تحيات وسلام واحترام على كل السادة المشاهدين والمستمعين. النهاردة هنتكلم عن حاجة بتحصل كتير جدا في حياتنا اليومية وبيكون نتيجتها الموت. مثلا سواق سايق بسرعة شديدة جدا خبط حد موته، دكتور بيعمل عملية جراحية غلط اتسبب في مقتل غيره. هنا القانون المصري فرق ما بين حالتين: القتل العمد والقتل الخطأ، وقال في القتل الخطأ إن هو قتل ولكن بدون قصد وبدون نية لقتل الشخص الآخر. هنا بيخضع لنص المادة 238 من قانون العقوبات اللي قالت بتوصل العقوبة من 6 شهور ل5 سنوات، وبتوصل ل7 سنوات في حالة إذا كان في كسر لقواعد المرور وإهمال شديد جدا وكسر القوانين وراح ضحيتها أكتر من روح. هنا الغلطة مش هتبوظ حياتك، لا ممكن تنهي حياة غيرك. فبالله عليك خليك واعي ومسؤول وملتزم. شكرا.